عايزك تركز في الفيديو ده عشان مهم جدا وخطير، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تلاقي واحد غني جدا لكن والله العظيم ما مرتاح، مش فيه راحة. ممكن تلاقي واحد فقير او بسيط جدا جدا ومبسوط والدنيا مش سايعاه. ممكن ابسط الاشياء تسعده وتسعد اسرته كمان. الراحة الحقيقية في الرضا، انك تقول الحمد لله. يعني مش ده انك تنعي وتشكي همومك للخلق. ربنا عز وجل ما يحبش العبد اللي يشتكيه لحد، يعني خلي بالك. وما تلاقي واحد في فلوس مش معنى كده وغنى والدنيا يبقى ربنا راضي عنه، لا. ما الناس التانية كتير وممكن تلاقيه ما بيصليش والدنيا معاه حلوه، لكن هتحاسب على ده. لا يستوي الاعمى بالبصير، خلي بالك. يعني اللي الفلوس اللي انت خدتها دي عملت بيها ايه، وديتها فين؟ لكن الفقير ممكن يجيب يوم بيوم وياكل ويعيش، والله العظيم. ممكن يشتري اغلى سرير في العالم لكن ما يشتريش النوم ولا راحه البال. ممكن يشتري اغلى اكل في العالم لكن ما يشتريش النفس اللي بتاكل. فالسعاده كلها في الرضا، انك دائما تقول الحمد لله. والله تكن اغنى الناس وربنا عز وجل هيزيدك. تلاقي واحد متمردغ في النعم، مش شرط فلوس، صحتك والدنيا حلوه وبتاكل وتشرب واولادك النظره في وشهم بالدنيا وما فيها، سبحان الله العظيم. فقل دائما الحمد لله تكن اغنى الناس. ربنا يقول وقليلا من عبادي الشكور. اوعى تكون من الناس دي. صلي على النبي وخليك مع ربنا تكسب، وشارك الفيديو لعل احد يستفيد. والسلام عليكم.